باخذك في رحلة سريعة على محطات القهوة التاريخية. عام 800 للهجرة دخلت كمشروب إلى مكة ثم المدينة على يد الحجاج. ثم هربت 7 حبات بن مع الحاج بابا بودان لجنوب الهند وزرعها في قرية ميسور. بعدها ب100 عام دخلت لمصر مع أهل الحجاز، ثم استغرقت 40 عام حتى انتقلت للشام عام 940 للهجرة. وفي عام 962 وصلت إسطنبول، وهنا تعرف عليها الأوروبيين وبدأوا محاولة استزراعها في مستعمراتهم. وقتها كان جنوب الجزيرة العربية المنطقة الحصرية لتصدير البن للعالم، وهذا زاد الأطماع الاستعمارية فيها حتى صارت ساحة لصراعات سياسية تحركها اقتصادات البن. في عام 1067 للهجرة نجحت هولندا باستزراعه في مستعمراتها بسريلانكا، وبعد 40 عام تمت محاولتهم الثانية بجزيرة جاوا الإندونيسية. وخلال سنوات قصيرة وفي أقصى غرب الكرة الأرضية بدأ الفرنسيون في مستعمراتهم أمريكا الوسطى والجنوبية والمكسيك. وفي عام 1135 للهجرة نبتت أول شجرة بن في جزيرة مارتينيك إحدى جزر الأنتيل الصغرى على يد الضابط البحري الفرنسي غابرييل ماثيو دي ليو. بعد 50 عام تضاعفت وتجاوزت أكثر من 18 مليون شجرة. وفي وقت متأخر خلال عام 1168 من الهجرة بدأت محاولات البرازيل، وهي اليوم أكبر بلد منتج للبن. هذه ليست كل الحكاية، هذه الأجزاء اللي ينبغي أن نعرفها. أسدل الستار على فصل كان العرب فيه المورد الأول والوحيد للبن في العالم، لكنهم بلا شك أول من أهدى للعالم يقظته.